الذكورة، الهرمون المسؤول عن صفاتك الذكورية اللي بتميزك عن الجنس الآخر، زي اللحية، صوتك، البنية العضلية اللي هو هرمون أساسي في زيادتها وحجمها وكتلتها، هرمون التستوستيرون. أكلمك في الحلقة دي عن أعراض أكتر 5 حاجات بتقلله وبتخليه مستوياته قليلة جدا في جسمك، وإزاي تزوده، وإيه أكتر الإشكالات اللي ترفع لك هرمون التستوستيرون عشان تحافظ على التوازن الهرموني في جسمك وتلاقي احسن كتله عضليه انت بتسعى ليها وبتطمح ليها. واكتر 5 حاجات بتاذي التستوستيرون وبتقلله جدا: رقم 1 سمنه البطن abdominal obesity، الكرش. بجانب سلبيات الكرش ان هو شكله وحش، وكمان ليه سلبيات كتير. جوه الخلايا الدهنيه فيه هرمون اسمه الارماتايز. مشكله الهرمون ده ان هو بيقلل لك التستوستيرون، لا ومش بيكتفي انه بيقلله، كمان بيحوله استروجين. طبعا الاستروجين هيزود لك الصفات الانثويه فيك، وممكن يوصلك لمرحله الجاينو، هو التسدي عند الرجال. يعني ما طلعش عز ولا حاجه. تاني حاجه بتقلله قله النوم او النوم الغير منتظم، لان النوم زي ما احنا عارفين هو المسؤول الاول والاساسي على انتاج وافراز الهرمونات، واولهم هرمون الجي اتش اللي بيطلع من تحته كل الهرمونات زي التستوستيرون. فنومك الغير منتظم او المتقطع او انك ما بتنامش بالليل اصلا، فكده الهرمونات هتبقى ضايعه خالص. تالت حاجه نقص بعض الفيتامينات زي فيتامين دي. عملوا دراسه على بعض الاشخاص لقوا ان نقص فيتامين دي في جسمهم بيتزامن مع نقص هرمون التست، طبعا لاهميته في دخوله في انتاج التستوستيرون اصلا. وطبعا عارفين الفيتامين دي مصدره الاساسي الشمس، وبتلاقيه في بعض المأكولات زي البيض، التونه، الاسماك الدهنيه. كمان نقص الزنك لانه بيخش بصوره صحيحه في انتاج التستوستيرون، وبنلاقيه في اللحوم والمكسرات. رابع حاجه معايا قله الدهون الصحيه زي الاوميجا 3، لان قله الدهون الصحيه بالتالي بيكون زياده الكوليسترول الضار، وده بيعود بالسلب على انتاج التستوستيرون. وزي ما كلنا عارفين الاوميجا 3 بنلاقيها في الاسماك والمكسرات والزيتون والافوكادو والحاجات زي كده، ولو انت ما بتاخدش الحاجات دي بكفاءه عاليه هتحتاج ان انت تاخده من مصدر خارجي من صيدليه او من سبلمنتس. خامس واخر حاجه بتقلل التستوستيرون معايا في الحلقه دي بس الاسترس، التوتر. التوتر بينتج عنه افراز هرمون الكورتيزول، والكورتيزول طبعا كلنا عارفين الكوارث اللي بيعملها، لان هو بيسبب في زياده بعض الهرمونات اللي بتساعد في زياده وزن الجسم والخلايا الدهنيه. وزي ما قلت الخلايا الدهنيه بترفع هرمون تاني بيقلل التستوستيرون. والكورتيزول طبعا ليه كوارث، منها ان هو بيقلل لي انتاج التستوستيرون. فحاول تتجنب التوتر والاسترس بكل الطرق الممكنه. من مشاكل نقصه في الجسم ان هو بيقلل جدا الطاقه، بتحس بانخفاض في الطاقه وكسل وخمول، تقلبات مزاجيه، مودك مش احسن حاجه، زياده الدهون في الجسم. ومن المشاكل اللي بتاثر كمان وبتهمك قوي كعقليه رجوليه ان هي بتقلل جدا قوه العضلات وقله كتلتها، يعني حجمها بيقل في جسمك. وكمان بطء التعافي، بتلاقي الريكفري بتاعك والاستشفاء العضلي بتاعك وقته بقى اطول بكتير. انخفاض الرغبه الجنسيه، وجود صعوبه في الانتصاب، ضعف وقله الحيوانات المنويه. طبعا المشكله اللي بتواجه معظم الشباب، مش كله طبعا الحمد لله، قله التنبيت بتاع اللحيه، وضعف نمو الشعر عموما او اللحيه. وكمان بيزود لك احتماليه وجود او زياده التسدي اللي هو الجاينو. قلت لك دلوقتي على اهم 5 حاجات بتقلل لك هرمون التستوستيرون في جسمك. طب انا عشان ارفع هرمون التست اعمل ايه؟ اول حاجه تعملها اكيد انك تعمل العكس. شوف الحاجه، توتر قلله، النوم ظبطه، الفيتامينز عوضه، الكرش انسفه، الدهون الصحيه ارفعها. تعالى بقى اقول لك شويه مشروبات واطعمه تزود لك شويه هرمون التستوستيرون. في حاجات معظمكم يعرفها، وحاجات الناس ممكن تتفاجئ ان هي بترفع التستوستيرون. اول حاجه معايا عصير الموز، لان هو فيه انزيمات بتساعد بصوره اساسيه في تعزيز انتاج التستوستيرون. طبعا الجنزبيل الكل عارف ده. عصير الليمون لانه بيقلل الكورتيزول، وزي ما قلت لك ان الكورتيزول هو بيقلل التستوستيرون، فالليمون بيقلل الكورتيزول، فلما الكورتيزول بيقل ده بيساعد في انتاج التستوستيرون اعلى وزيادته في الجسم. عندك عصير زي عصير الرمان، في بعض الدراسات اثبتت ان هو بيلعب دور في تعزيز انتاج التستوستيرون. واخر مشروب معايا الحليب، لان الحليب فيه فيتامين دي، وزي ما قلت لك من شويه ان من اعراض نقصه او من المشاكل الحاجات اللي بتقلله في الجسم نقص الفيتامينات زي الدي. ومن المأكولات اللي بترفع التستوستيرون مش كل المكسرات، الاسماك الدهنيه، اللحوم الحمراء لانها بتحتوي على الدهون الصحيه زي ما قلت لك، والبصل والثوم والبيض. كده انا اديتك نبذه ممتازه عن التستوستيرون، ايه الحاجات اللي بتقلله في الجسم وايه الحاجات اللي بترفعه،
واعمل ايه علشان ما يخلوش يقل في جسمي، علشان احافظ على المنظومه الهرمونيه في جسمي والتوازن الهرموني في جسمي. وزي ما بقول لك دايما، خليك رياضي، خليك صحي، خليك ذكي.